قابلني شخص على الفيس ناشر بوست بيقول حتى كلمة مبسوطين آخرها طين. فقلت بيني وبين نفسي هو في كآبة كده؟ أنا لازم أحاول أنقله طاقة إيجابية، يمكن يفك ويفرفش كده. قلت اتفزلك واشوف اي كلمات بديلة تعطي نفس المعنى بدل مبسوطين اللي اخرها طين دي. قلت مثلا ممكن نشيلها ونحط مكانها فرحانين او سعداء. فاكتشفت حاجة غريبة جدا، فزي ما كلمة مبسوطين اخرها طين، لقيت ان حتى كلمة فرحانين اخرها انين، وكلمة سعداء اخرها داء. قلت سبحان الله، وكأنها رسالة من ربنا سبحانه وتعالى عايزنا مبسوطين رغم الطين، فرحانين رغم الأنين، وسعداء رغم الداء. وده معناه إن مش شرط خالص زوال الألم والأنين والمرض عشان نشعر بالفرحة. دمتم طيبين رغم أي طين أو أنين أو داء.